وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. الشغل بتاع النهارده اللي احنا هنعمله، انا عمري ما كنت اتوقع ان انا هعمله، وانتوا هتتفاجئوا بيه وانا هتفاجئ بيه وكلنا هنتفاجئ بيه، لان انا اصلا معرفش ايه اللي جابه في شغلنا. بس يلا مش هندمج، يلا ما علينا. ده ساتين ذهبي هنعمل بيه حاجة تخرج. بصوا الجمال، لونه تحفة. بص، هو اصلا اصلا هيتلبس كده. هنعمل اللي هو وشاح التخرج، هيتلبس كده وهنطبع عليه من هنا وهنطبع عليه من هنا. بس اكيد مش هيبقى نفس المنظر ولا نفس العرض، عشان هو اصلا بص احنا لسه بقى ايه، هنقصقص ونظبطه ونروح نخيطه ونطبعه. طبعا كل ده مش عندي، كل ده هنطلع بره في الشارع وهنصور بره. يلا بينا عشان متأخرة على الشغل. ده هنقصه علشان هيروح يتخيط، عشان لسه هيروح مطبعة ويطبع حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك. هقص اول شكل واوريهولكم. دي اهي تلاتة كده، دي واحدة فيها التانية من هنا والتالتة والرابعة، تلاتهم كده. وهبدأ اقص. انا بقى مش عايزة غير الاربعة دول، لان هي هتتعمل طبقتين في بعض. تمام. انا ولا اديت مقاسات ولا طول ولا عرض ولا كل ده، علشان ده يعني على حسب كل واحد قد ايه عايز ايه. عمي ايه الوشاح الواحد انا هعمله طبقتين عشان ما يبقاش خفيف. اهي طبعا هنعمل ايه، هنروح نعيد نفس الموال، هنقص من هنا وهنقص من هنا، نروح نقص ونيجي وكده. قصنا جبت كده. للعلم انا كنت شغاله في مصنع قبل كده. دي اهي، دي بقى هتتني كده اهي، لسه بقى طويله، لسه نازله في الارض. دي كده، ودي من تحت هتبقى مثلث. يعني دي استنوا عشان انتوا ايه كل حاجه بتتشرح لكم اهي، هتبقى كده. تمام. بس كل ده بقى ايه هيتخيط من هنا. بس دي ودي كده، دول اتنين. وبعد كده هنروح نخيطهم دلوقتي ونرجع تاني. رحت الخياطة ورحت بعض ده بعدها بيوم. الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه.